بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنبدأ في كورس جديد ألا وهو حصر المنشآت المعدنية. هنجيب منشأ صغير كده جميل وأعلمكم إزاي تحصروا الستيل بتاعه. طيب، في البداية كده اللهم صل على سيدنا محمد هنيجي كده على البرنامج الأوتوكاد. في كم أمر كده عايز أشرحهم، هي حاجة بسيطة خالص. في الواي كيو أرش طبعا هسيب لك لينك كورس الأداة ديت وإزاي تسطبها، وهسيب لك كمان إزاي تحملها. اول حاجه عايزين نتعلمها الا وهي التي تي كيو. تي كيو سبيس. تي كيو ديت بتعمل لك ان هي تعد عدد التكست. يعني مثلا لو انا علمت مثلا على التكست ده مثلا، والتكست ده ضغطت انتر او سبيس وضغطت هنا كده، جابتهم لي عددهم يو ان هنا اهوت. طب تعالى هنا نعملها بره، كنترول زد تي كيو، وليكن مثلا ده هنا كده ده وده، تمام، وسبيس. وليكن مثلا لو كتبتهم هنا بره كده على كده، نجيب الفرشة نروح نعملهم عشان نغير اسمائهم. طيب، جاب لي عدد عين 2 يعني هو جاب لي 2 لان انا فعلا حددت 2. لو انا عملت هنا تي كيو سبيس ورحت واخد وليكن مثلا كل دول، يبقى هو تي كيو بتعد عدد وسبيس تاني هنا كده زي ما انت شايف كده. عندي وليكن اي بيم 220 12، اي بيم 330 6. لو رحت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد لهنا، يبقى تي كيو بتعد لي عدد التكست على هنا كده. الموضوع بسيط جدا، مفيش اسهل منه. على هنا نشوف وليكن مثلا عين 1 وعين 2 وعين 3 وعين 4 عددهم دول. طبعا اي بيم عندي هنا ايه باظت، كنترول زد وهكذا. طيب يبقى احنا كده خدنا تي كيو. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا زد سي. وليكن مثلا لو جيت هنا على الخط ده رحت معلم عليه وعملت زد سي سبيس، تعمل ريسيت ديفولت فاليو بحيث ان هو يرجع لي كل حاجه زي ما هي. ريسيت ديفولت فاليو اوكي. وليكن مثلا هنا كده، يبقى طول الخط ده 24، هتلاقيه هنا برضه كتبوا لي كده 24. طيب جميل، تعالى تاني علم لي عليه زد سي سبيس، ده كده بيجيب الاطوال. اوكي، ضغط لي هنا في اي مكان 22.8. طيب جميل. تاني امر او تاني حاجه عايزين نتعلمها الا وهي علامه الزائد في الكيبورد. ضغط على علامه الزائد واعمل سبيس. طبعا دي في اضافه واي كيو ارش، وروح محدد لي على دول كده، تمام، واضغط سبيس، عفوا الزائد سبيس، تعلم لي على دول سبيس، وبعد كده تروح ضاغط وشادد. انت بتشيل ايدك من على الكليك. انا ضغطت مره كليك وخلاص، واضغط تاني كليك، جابوا لي هنا كده 46.8. تاني علامة الزائد انتر، اعلم عليهم سبيس، اروح ضغط هنا ضغطة وشايل ايدي من على الكليك، واروح ساحب واضغط كليك تاني، كتبه لي. يعني انا دلوقتي كده زي نظام آلة حاسبة. ونفس الفكرة هتلاقيها وليكن مثلا في الناقص، الرقم ده ناقص الرقم ده سبيس شد واعمل. موضوع سهل وبسيط جدا. ونفس الفكرة دي تنطبق مثلا على في علامة الفي. طبعا مش هحتاجها ولكن يلا نشرح برضك من الكيبورد. روح معلم على دول كده، هضرب الرقمين دول في بعض وهكذا. سيبك بقى من دي. معانا ايه تاني؟ معانا ام جي. وليكن مثلا لو انا عايز اجيب وليكن مثلا مساحة اي حاجة، اللهم صل على سيدنا محمد، وليكن مثلا الهاتش ده هعلم عليه. دلوقتي انا علمت على الهاتش ده واكتب ام جي سبيس وليكن مثلا اوكي. روح معلم هنا كده، جاب لي المساحة. يعني ام جي بتجيب لي المساحة. تعالى تاني وليكن مثلا الدايرة دي، اعمل دي كده ام جي سبيس اوكي، علم على الشكل ده كده سبيس هنا كده في اي مكان 32.9. ممكن اعلم عليها واكتب ام جي سبيس، ممكن اقول هنا ريسيت ديفولت فاليو اوكي هنا كده، يبقى 32.2. طب ليه دي مختلفة عن دي؟ علمني عليها هنا كده ام جي سبيس. لو جيت هنا هتلاقي في رقم هنا 3، خليه مثلا 1 اوكي. هنا كده تاني هتلاقي نفس الرقم اللي فوق. يبقى انا كده شرحت الام جي والزد سي والتي تي كيو.
وعلامة الزائد. وإن شاء الله لو في حاجة تانية هتنشرح إن شاء الله. هسيب لك لينك واي كيو ارش في وصف الفيديو، وهسيب لك لينك تحميلها، وهسيب لك كل حاجة عنها. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.